السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ونعمل احلى مخبوزات الافراح. معانا دولة 2 كيلو دقيق على كوباية لبن او نص كوباية، هنقلب فيها نص كوباية سكر، ده على حسب الرغبة. السكر ممكن تحطي معلقة واحدة او ما تحطيش خالص، وهنحط عليها معلقة صغيرة من الخميرة الفورية، وهنقلبهم حلو في بعض. وطبعا هنحط على الدقيق بتاعنا رشة الملح بتاعتنا الصغيرة، مش يعني. هنقلب الخميرة في اللبن حلو، وممكن تستغني عن اللبن في العجينة بتاعتنا وتحطي بدلها مية، الموجودة عندنا هي تمشي معانا كده او كده. وده شوية سمسم محمرينهم عشان السمنة بتاعتنا اللي هنحطها على العجينة هتبقى مش يدوب مسخنينها، بس سايحة بس كده يدوب، فمش هنحط السمسم ابيض. وهنتوه في الدقيق حلو عشان ما يبقاش فيه ايه تكتلات، حتت فيها سمسم وحتت ما فيهاش. وده كيلو الا ربع سمنه، ممكن تحط نص كيلو على حسب ما انت عايزه العجينه معاكي. طبعا هنا مش هينفع نقلب بالمعلقه بتاعتنا، هنشيلها من السمنه وهنستخدم ايدينا. لا اله الا الله. هنلم الدقيق بتاعنا في السمنه حلوه، توه كلته في السمنة، نخلو السمنة تشرب الدقيق كله. ممكن تعملي نص كيلو سمنة على ال2 كيلو دقيق دول، لو انت حابة عجينتك ناشفة شوية او الجرصة بتاعتك ناشفة شوية او الجرجوش، على حسب ما انت عايزة. لو وصلتوا معايا هنا لغاية هنا تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة. حرمش منكم يا رب ويجبركم جبرا نتعجب به اهل السماوات والارض. طبعا زي ما انتم شايفين بعد ما لفيناها حلو كده وشربنا الدقيق فيها كلها، مفيش حته في الدقيقه إلا لما خدت السمنه. معانا برضو كيلو من الحليب. انا دلوقتي السمنه والسكر، السكر معلش واللبن اللي احنا مقلبينه في بعضه بالخميره، وعليهم كيس فانيلي، وزودنا شويه من اللبن او الحليب. لو حابه تستغنى عن الحليب ده ممكن تحطي بداله ميه. لا اله الا الله. انا طبعا ما حطيتش ميه، دول 2 كيلو دقيق خدوا كيلو حليب وكيلو الا ربع سمنه، ما شاء الله عليها طالعه ولا اروع من كده. الحليب بتاعنا بقري عشان كده العيون السمنه اللي عليه ديت عشان هو البقري ما شاء الله عليه دسم. وبعدين المتوفر عندنا بقري او جاموسي. طبعا بعد ما لمينا عجينتنا حلو كده من اللبن بتاعنا، باللبن بتاعنا، والعجينة مش طرية جو ولا ناشفة جو، ومش بنخدم فيها في العجن كتير، ده حاجات بسيطة بس كده نلمها بلبن. تعمل احلى شوية جراجيش بعجوة او جرس، مش هتنسى حلاوته، احلى من بتاعة الفران. ودي العجوة بتاعتنا عاملينها كوار، واحنا بنشتريها جاهزة من عند العطار او من اي سوبر ماركت بتوفر فيه العجوة بتاعتنا اللي هي بتاع الجراجيش. طبعا بعد ما كورنا اللي بنقطع على حسب ما انت عايزه، الكرة بتاعتك قد الليمونة قد البيضة اكبر، زي ما انت حب، على حسب ذوقكم يا حبايبي، وانتوا كلكم ذوق. طبعا انا بعملها على كف ايدي بس كده صغيرة، بقطعها حتة صغيرة بس وبتسيبيه. وبعد ما بتقطعيها تغيب معاكي 10 دقايق بس، مش احنا في الحار، وتكوني مسخنة فرنك وعلى نار وسط، شغليه على نار وسط. زي اهم حاجة تقفلي على العجوة حلو عشان ما تفتحش منك العجينة. والعجينة بتاعتنا ما شاء الله حلوة، وعجينتها حلوة ومقاديرها مظبوطة، فما بتفتحش مننا.
طبعا بنكورها الاول حلو كده وتدمغيها على ايدك حلو، وبعدين تحط الحشوة فيه. ممكن تحط لها ملبن، ممكن تسيبيها سادة زي ما انتوا حابين يا حبايبي. وقلنا ممكن تستغني عن الحليب خالص منها. ولو حابة ترشي على وشها بقى شوية سمسم برضو غير اللي انت حطيتيه في الدقيق، عادي مفيش مشكلة، بس انا حبيتها كده. افطري منها بشاي بلبن، شاي على لبن، على حسب ما انت عايزين يا حبايبي. ما شاء الله، ولا اروع من كده، حاجة فاخر ومن الاخر. نعمل حاجات بسيطة في بيتنا احسن من اللي هتشتريها من الفران وغالية. لا، احنا نعمل حاجات بسيطة في بيتنا. ممكن تعمليها في الفرن من تحت الشواية وهبطي عليها النار خالص، تاخد لون فوق وتحت، هتبقى حلو زي ما انتوا شايفين كده. فوسعاها عن بعضها في الصينية عشان اما تطيب ما تلزقش في بعضها. ايه رأيكم؟ شايفين الحلاوة والطعامة؟ هنحرمش منكم يا حبايبي يا رب، ويدومكم نعمة في حياتي. شايفين قلبها خفيف والحشوة فيه حلوة، وهتاكليها من غير اي حاجة، مش شرط تغمسيها بلبن او بشاي. ما شاء الله عليه. صباح تفطري منها لقمة خفيفة كده على ما توضبي اكلك. شايفين الحلاوة؟ ولا اروع من كده. افرام من ونشتري ليه؟ ما نعمل في بيتنا شوية دقيق، عملنا كمية بسيطة وما شاء الله عليه، وضامنين نظافتها في بيتنا. شايفين حلاوتها؟ ولو مش محتاجة عجوة فيها وعملتيها بنفس مقدار السكر بس، او زودتي على النص مج معلقة، هتاكليها من غير اي حاجة. هيبقى سكرها خفيف كده وانتي بتاكليها، هيبقى طعمها حلو. حرمش منكم يا رب، وربنا يحسن ما بين ايديكم وما بين عينيكم. تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة يا احلى واغلى اخوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.